أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس 118 من دروس فقه السنة النبوية. يوم الجمعة 13 جمادى الآخرة 1436 الموافق ل 3 أبريل 2015 للميلاد. المحور المعاملات أحكام وقيم. الحلقة 9 نكمل موضوع البيع بالتقسيط. أكيد اسم كثير آية مثلا بقاعدة ذهبية: الأصل في العبادة الحظر إلا بنص، والأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص. ثقي قاعدة ذهبية تبنى عليها أمور العبادات وأمور العادات أو المعاملات. بمعنى أين الشدن العبادات أريد زارة إيومذان أدسن الفو العبادة تجديط ذي الحرام أدي عبد ربي أكن يغدينا ربي مشاكل نبغى نكون، يعني لا يجوز أن نعبد الله إلا بما شرع. وقيل معنى القاعدة أو الجزء الأول من القاعدة، يعني ونسعى حق الاجتهاد في إيجاد عبادات معينة بأوصاف معينة لا يجوز أي غير خطر ربي سبحانه عز وجل: إن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وبعدين أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخره. وتأتي السنة النبوية بيانا لمجمل القرآن الكريم، بيانا لمجمل آيات القرآن الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام يبين ويوضح الكيفيات التي بها نحقق مقتضى النص في الوحي الطاهر. صلوا كما رأيتموني أصلي، في أمر الحج إن خذوا عني مناسككم إلى آخره. ولكن المعاملات لا، المعاملات وسعنت ربي سوسع في لنا، الله يعينك، خطر الوضع يتغير من زمن إلى زمن. نايو ديون وسيث مثلا لما يقارن البيع بالمقايضة تفضيون يثمورثنا غادي يوي الزيت أدي يغتمر ولا شاكو يدري منه اللي كيداكي ولاش خصا مليح هذه هو الزيت ذا ينسى نسى الزيت وينا تجرني ديفك تسمر تاكي اسم المقايضة تاكي جائزة مي روح يا زمان جي يا زمان وسنتد العقود ثورة قلا غنهضر في العقود الإلكترونية سلاسل الانترنت صافي. لو كان ماشي يجوز أي مشكلة، معناتها كل عقود يخدم الغاشية ساقي لا تجوز إلا يفقد حاجة اسمها النوتير موثق. أكبر آية في القرآن أتندي سورة البقرة الآية 281 ساقي لا يثم قرآن ثم سلايد في المراقين البيع في التوثيق أو في الرهن رهينة تهضر في التجارة تهضر دوك تمسالاقي الشهود. أكبر آية في القرآن في شمل المعاملات. طيب يكاد يسيونا كيني لا تخمض النوتير كيني نوتير دينار ربي نغنفي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي الذي القرآن بألفاظ مجملة بل بألفاظ كلية بتقرير قواعد كلية وقواعد عامة تحتاج إلى استخراج الآليات والإجراءات التنفيذية لتطبيق هذه القواعد الكلية. هذا أمر مباح يجوز بالشرع ويصيقر في اللنا ويصيقر في اللنا يسوسع في اللنا. خطر القاعدة في السناث: الأصل في المعاملات اليسر. صافي هذه المعاملات الإباحة إلا بنص، إلا إذا وجد نصا مانعا. ثم تفيض ستوب الحين لا يجوز، الربا لا يجوز، الاحتكار لا يجوز، الغبن الفاحش الغبن لا يجوز، عقود الغرر لا تجوز. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عقود الغرر. يعني ذي التجارة ذي المعاملات الحو يجوز 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 يجوز
كان كاد فض ثابلاك تقرا لا يجوز صافي سوسع فلان الشرع. ثلاث القاعده في السنث التيسير. التيسير معناه اليسر، كل شيء ميسر. اي غير خطر المعاملات ترعى مصالح الناس، تحقق مصالح الناس. الشرع الحكيم يسوسع فلانا غير ياخذ ثاك تبغى ما كاين يفغ فلاون كل عين ربي. المهم مسفهمث، المهم الشفافيه لا ترونسبارونس، المهم الوضوح، المهم الاستدلال الباطل، المهم البقاء كن يعين ربي. ذاك يساوم يقارن البيع بالتقسيط. البيع بالتقسيط نديرو كان باختصار يون يبغى غادير مثلا هذه طوموبيل نغا فريجيدير نغا اي شاريه ما ذي خلص كاش اكيني 100 مليون يا كاين كوزيما خلصها كاش هاد خلصها في 4 سنين في 5 سنين ماشي 100 مليون تنتفض في 5 سنين خاطي يجوز باش استيني ذاك الزنزه طوموبيل 120 مليون اي غير خاطر بار فاسيليتي يعني لا دي ترونش لا سوم جلوبال تديفيزي في 5 انا في 6 وفي 7 كنت مسفهمم ذاك الساعه الحريه هذه تخلص ميدو سالا ترونشني يساد الاجل هذه خلص نتسير بح وين يوغن فلاك يو طوموبيل يو طوموبيل تيستخدم يستنفع يس نغيو فريجيدير نغيو خام نغا شويو شيني او وين يزنزن لا تربح دي لافير زنزل السلعه زنزل اشو تكسبض صافي ثاقي اي سدعي ذا خاطر ربما يزمر تيفهموا لكن ذا الربا هذا الربا ماشي ذا الربا ثاقي الربا يسعى الصور نظن الواضحه مثلا استرضي 100 مليون استنيض ادفكض الطو دانتيري 5% اذريم ودي السرواره ذريم اذريم ودي السرواره ذريم ذو الخذمه دي تسرونا ذريم ذو الخذمه العمل نمسفهم اكون سميتي المثال يتفكر ذي الموضوع بالذات نعود مثلا المضاربه نغ القراض او المضاربه تجوز يونادي في 500 مليون وايض غادي يخدم صافي واقف كاد اذريميس واقف كاد ثموسنيس سي لوجيك يجوز ثاقي قانص عقد المضاربه وضفضون الربح جرسن اكل مسفهما ولكن سيدي فافور كي الشرع يسوسع هذا مسفهما وين ديف كان 500 مليون هذه يوي الفايده دو تير 2 على 3 وين ديف كان الخدماس ان تير ثلث ما بين 30 مليون الفايده امشي راه تنتفضون 20 مليون وين ديف كان اذرين 10 مليون وين ديف كان الخدماس تيدي يسلع ثابيس إما مسفهما 50 50 كيف 30 مليون أمشي تنتفضون 15 مليون ذاك يتسعى الحرية يزمر دينيونا يغرا كان بزاف نوسع جوستمون الشرع يبغى يسوسع في لنا ربنا وما جعل عليكم في الدين من حرج ويناد يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يفكر داك التيس يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر تختلف الظروف مثلا مثلا الزمر يسعى مليارا ولكن وريوفارا والثني يستخدمن وريوفارا يتقلب اشي لك في مليار يلا شتا تساوي الفايده دو تير كيني ان تير لو كان كايني 50% سي خاطئ ما نقبلش يمكن الخدمايي الذي الريسك العثاف الى اخره يا خويا 50% دروس اتنيغوسيير مفاوضات ازمات مسفهمض شيني اتساوي 2 على 3 الفايده دو تير انت ديال كان ان تير فاب بذرين وضع مش توسع بلكت ياسي ونواسا تبدل الدونيث ان فوق هذه تقليف الخدمه وروفينا راه اكيني استخدمي كان اوي ذريم شتا تساوي دو تير كذا وان تير ناقش 3 كار كيني ان كار 64% 25%
في كذاك ياك جوزنت واش تقول قصد غاد فكر لي ديتاي كيف مثلا باش نلي مرتاحين في اين يعني البيع بالتقسيط ثاقي وكذاك يتساغن غير زوزن بار فاسيليتي صافي الامر يجوز من بعد تسلم قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة القرار رقم 51 والقرار رقم 64. القرار رقم 51 إفغد دي 1990 القرار رقم 64 إفغد ذي 1992. هذا هو ورس إن شاء الله من بعد. ثم دعوها باختصار النقطة الثانية ثانيا شروط البيع بالتقسيط. هذا الشرط أمزوارو أن يكون الأجل معلوما لدى العاقدين لو ديلي إلى قد يفهم من مين أقول شهرين أسقاس عامين وإلا قال ذي قيمة كان مجهول أخيني الزنزي أخان بار فاسيليتي من الملك خلصا وكدقر غالا ثلاثة غالا غلط ثقي جهالة تفسد العقد بس نشوفوا جهالة تفسد العقد على القضاء رجازيا اي تغف فلاس خان بار فاسيليتي نسيف كايك خان ماشي ناس تقرضك خلصا ويس ملمي ضروري ثقي كل المشاكل يغرق الدنيا غير ونواس بارمي السبات للمشاكل سيكالاكي الغاشو السنه راه الشرع كل شيء بيبري طاق على من طاق يا اخي ثلاثه العب شطرتك ثقيك ولاش الشارع لعب شطرتك كل خوقاك ذا حرامك لشوالاكي. لذلك العلماء ناند الجهالة الفاحشة تفسد العقد. صافي الشرط الأول لازم يكون الأجل معلوم لدى العاقدين أمين يغنم يزنزن زر مني أنا خلصني ذير من مالي خلصني ذير من ولكن يغن. طيب إزمر يربط الأجل بحدث أكيني أك خلصة ما يغلد وذفل لا ما تغلد لهوة ما نفس الشوالكي وخاطين يعني ما مفهوم العقود أنت نخدم كان دقيقة رانا ولا قرن الشد العقود غير الأحداث ما توز زنزلة ما يغلد لهوة ما يوثدوا لا تقيق خاطينا في كذاكي بعض الأمور ذي الفقه المالكي ناكا من السنين ما يرنا سوق شيش ما ياكل شغل ياكل شغل سيدي ربي انما لازم الامر يتحكم فيه. الشيخ الاسلام تقرر في الفقه سواء في فقه المالكيه كما في الشرح الكبير لاحمد الدردير كنت كان لي ريفيرونس المراجع. في فقه الحنفيه تقرر ذلك ايضا في بدائع الصنائع للامام الكاساني سيدي بول وكذلك اقطاب الفقه في المذاهب. كذلك في الفقه الحنبلي في كتاب المغني لابن قدامة ودي أيضا من الكتب المهمة جدا. وكذلك في الفقه الحنبلي الشافعي أيضا عند الإمام النووي. المهم لابد مراجع فقهية معتمدة لدى جميع المذاهب الفقهية تؤكد أن الجهالة الفاحشة تفسد العقد. طيب ثم بداية الأجل ده كده مخلف الفقهاء. الأحناف ندم المري يبذلوا الديلي من المري يبذلوا الأجل عند أو وقت تسليم المبيع ميك ديفكا خمني نعرفك طوموبيلنا ميك تي ديفكا في نار نبذول الأجل. ولكن جمهور الفقهاء نخاطي عند إبرام العقد مرة تخدمك الكونترا ذينا أرى تخدمم لي ديلي ذينا تخدمم الأجل ذينا ماشي لما ثيوض الشيني يجري فاسنيس لا انت على كل حد ديطاياطاس كان بعض النقاط المهمة. طيب ثورة الشرط الثاني أن يكون الثمن معلوما. ذا الثمن معلوم إلى قديلي السومة بخام طوموبيل حانوت إلى قتيلي معلومة. أما كاين كوغد طوموبيل 100 مليون أكت الزنزة 130 مليون الأجل 5 سنوات صافي 130 مليون ولاش الزيادة ولاش هكا. ولكن في حالة التأخر وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة إما إلا كني وين كنا أك خلصا تال دات
كل مثلا نهاية الشهر 30 افريل 30 ماي 30 جوان كذا اكدف كذا طرونش ثم زوارو تيسات وهكذا يبضد الديلي وريزمير على ذاكي لان احتمالان إذا كان التأخر لعجز فلا يجوز التغريم من يك الله غالب أذو خرج شوية سمانة 10 أيام 15 يوم يجوز السوسعض كي نزمي غير الله غالب أي غير خطر يبغى غادي يخلص ولكن يريد زميرة أكدفتر الدليل أثم في سورة البقرة الآية 280 ربي ناد وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة ثقي ذي قراءة حفص ذي ورش فناظرة إلى ميسورة صافي ذي حفص السين مفتوحة ميسرة ذي ورش ميسورة يعني السين مضمومة نمسفهم طيب إما إلا مماطل يعني يزمر يخلص ولكن أكا يبغى يتماطل يتهاون ذاكي يجوز التغريم للمماطلة طبعا غادي تفتكر إشارة باسكو تصنيقات قلان في 4 حاجة المشتري البيع بالتقسيط أو التجارة معناتها إلا قد يدي المشتري إلا قد يسعوا النية إلى يرس ربي يرس لا كونسيونس ينس ماشي أموحر حانوت سيل ديو نتا حانوت الزنوزو إلكتروميناجي أكن من لا أن غفلاس بار فاسيليتي غلط أثنهود خطر الشرع كيقار وين يسعى يفتح في حونا يسعى التجارة إلا قاث نعيون ماشي ذا ديتروي أنزيف لا سكن من لا أي غار أنج فاسيليتي إي وين نسعي ورا وين لا ندير الحاجة وين لا ندير الضرورة وين يسعى خويا خلص كاش والسلام خلص أليس كذلك ثقي مسألة لا يعلمها إلا الله أكو بنادم مني خاطر يزمر اللي يسعى كيلو يسعي غارة قلي ضيقة سي بور سا المحور كيسمى أحكام وقيم إذا قد يتصرف كاع التي خوف ربي لي فالور قيم وهذه لابد أن تغرس في المجتمع ولا بد أن نحافظ عليها وفي حاجة اسمها التورق كذا يوث مشكلة غادي الفقه شوية معقدة باختصار ثلاث شوية الحيلة مش يخدم يون مثلا هذه اللي حوايج ذريما هكا أد يسر غورك أشيني زنزي الطوموبيل بار فاسيليتي زنزيت طيب شات الزنزل 120 مليون هكا بار فاسيليتي انت مشى راه يخدم ثم ديت النية تيزنز 90 مليون يبغى ديس الشمكان يدير من يا لطيف ولا حبك موضوع المعاملات كي وكان يقيم بلاد مسكواسيه يتمسلا يوقفوا يرى والشرع يفكيه دوك ثفرات هاك خاطر بنادم مور يتسوى غير ربي زعما يخلى عجب كان غير يثمث سي بور سا تصلي كونفليكت سيلين شحال النزاعات وكذا يليو بحبيب الله يذكر بالخير الناس الفلاني وكل الفلاني يخدم من الشركه ثم النغن الناس خدمت بلا اللوظو سيتادير وقاعد يفهمن يحذقن إنك مثل خدم التجارة أسدس اللوظو إلها تظل مركعتين إلها هذه اللي ربي يراون باش تسيني الفركة إما تروح النية في شمد الحيلة الشيء يضرنا يثمث سي بوسي زمري ونادي صورك أكي لي زنزي طومبيل حوايج غسل الخدمة كذا 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 هتزنزل بار فاسيليتي من ميس تزنزل تروح هتزنز هادي السنقس باش هادي الشمي ذريما بالك يخدم شوالويا وكي قنص التورق غاديني غتصن تمثالي قلان ديال الفقه ولكن في كان يعني سي دي فلاش كان باش نزرى شويه لان ثلاث مثلا امر ثالث نقطه ثانيه قالوا ثالثا اثار البيع بالتقسيط الف باء الف التزامات البائع بالتقسيط وين كاين الزنزن يسعى دي زوبليغاسيون التزام زوارو يلتزم البائع بنقل الملكيه
زنزريون خدمة ساكلي بابي خدمة الكواغض وتسع اللي قارا سورتو دي زمان كين تورا كل شيء الكواغض خدمة الوثائق ما إلى غير النوتير ما إلى مصالح رسمية معينة المهم وإلا قارس تخدم ظهور لي زوبستاكل الكوفرير خدمة ساكل لي بروسيدير كل الإجراءات القانونية التي يشترطها الشرع والقانون لتسهيل عملية نقل الملكية وقيل الالتزام الأول. الالتزام والسين التزام البائع بتسليم الشيء المبيع ماشي يستخدم الكواغض من بعد السفك ضرا طوموبيلني نغاك خامني نغا تحالوسني خاطي تخلص الكواغض في كاس إلا قد تسجد تحت تصرفه أتسيدي كريفة سنيس أتستخدم وإذا كذا التسليم ذا فيه تفاصيل مقام التسليم الحقيقي ومقام التسليم الرمزي عن طريق الصكوك كنتولوا السندات ولا مقام التسليم الحكمي إذا كان هذاك الشيء المبيع مؤقتا في يد المشتري ثم يقول البائع المشتري الآن هذا الشيء اللي بين يديك بشكل مؤقت بصورة مؤقتة يبقى عندك بصورة دائمة بصورة نهائية لن تفاصيل التسليم الحقيقي والتسليم الرمزي والتسليم الحكمي. ثم الشرط الثلاثة الالتزام الثلاثة التزام البائع بضمان انتفاع المشتري بالشيء المبيع بشكل كامل بلا عائق مع ضمان العيوب الخفية. اش المعنى أو إنه يزنزن أما ذا خانة مسحان وسما الطوموبيل ما ثم زواروث وإلا قرات زنز الطوموبيل بخان شات الزنزل يجمع كازكاني أساس قطع سيني أود كان طوموبيلني يجمع يززاك طوموبيل وكوني مازال تنفرا لا خويا كيني كوغ الطوموبيل ذهنيغ وغ حانوت فيغ لهنا وفغا خان كيف ولا قال ديالنا وهورا ورا يضمن الشغل اكيد وين الزنزن ماشي وين يوغن هكا جماعه الخير ذاكي باش مكوليون هذه الزنز اين يكسب يريفا سنيس وريزنو زورا حاجه الا ندير ديفيزيون ما كنت نشرح الدروس اللي عدان وريزنو زورا حاجه مازال تفضيل تمورث تزمورث دخان هكا جماعه الخير وكذلك مع ضمان العيوب الخفيه مع انتهى ما إلا الشيني الزنزض يسعى العيوب وين كن يوغن ما ديك تكتشف العيب نكتي دير هذه فسخ العقد ماذا العيوب أراثي من عند باش ولي السنفع راس وين يوغ ماذا العيبة كاع مشطوح العيبة مشطوح لا ثينا العيبة مشطوح يجوز تنيغوسي راسين نقسي 100,000 مثلا اكتشفت العيب العيبة مشطوح وثاقي ذي الخبراء ذاكي ما مخلف نسين ماشي دا طاق على من طاق ماشي لعب شطرتك توجور الشرعة ديقار وغالث لي زيكسبير وغالث سي مسنون يناد فاسأل به خبيرا يناد ولا ينبئك مثل خبير ماشي غاتي ديال السبة اكين طومبيل تخبش شوية اكينك تدرغيهوه اي عينك ثاقي قرنس يعني التعسف ثاقي قرنس الشطط وهذا الأمر لا يجوز شرعا هكا جماعة الخير. ثربا أخيرا التزامات المشتري بالتقسيط ولكني يغن يسعى التزامين مهمين. الالتزام الأول دفع الثمن حسب الأقساط المحددة سلفا لطرونشا ما كنت مسفهما إلى قميد يسال الوقت أكي خلص إلى قال حارف يوثن طبيعة نغيون فينومين ذيريث يتساوي دوكور ذي مقرانا كل شابي بري أكينا كي دخل صغدي جوان روح 30 24 رزدات كل شيء بيبري وقي لا يجوز ويثمثا لا حيلة الحيلة يجي مرفوضة شرعا ولا ما تبغى الخضي كماك ينسلم ولكن ربي سبحانه وريقبل هذه الحيلة. الالتزام والسين التزام المشتري بالتسلم الشيء المبيع ماشي نيس الزنزضة في راي نغ طوموبيل نغ كاميون وتتساوي راه اتقيم بالكراج غورك زنزاك باش تساوي ماشي زنزاك باش تقيم الغوري وكي اشكال يا جماعه الخير ازمر الزنزض حاجه قابله للتلف ممكن تخسر ذاك نكشم ديال الديتاي نظن يجوز باش تتزنزض باذن من المحكمه
وزير من القيمة على مستوى المحكمة حتى نهاية النزاع، يعني أتصل تفاصيل. في النهاية ذا شو ذا الحل أوها ربي أم كليون أذي الطف ذو قواليس قارناك أمذان يتسوطف سجيلس. وربي ناد في سورة قاف الآية 18 إند ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وينادي سورة المائدة لا يثمز وروث يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أينو مسلمك كياك تفرد فتوى سي مجمع الفقه الإسلامي، وهذا يمثل الاجتهاد الجماعي. ما معنى؟ ماشي معنى يون العالم نغ 20 نغ 30 طاسي مسنوان إجملالان وكذن أينكم يسلم مرة معناه يجوز ذي الشرع. أدفتغ الأدلة القرار مزوارو الذواء قرار رقم 51 لمجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط ذي دورة المؤتمر السادس بجدة بالسعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410 الموافق ل 14/20 مارس 1990. القرار أولا تجوز الزيادة في الثمن. فريد دغرا كان جلست تعرف خاطر أين الدنيا ثورة شرحتي ذاك استقبايليث. أولا تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة. ثانيا لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال بحيث ترتبط بالأجل. ثالثا إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم. والاستثناء ما كندنا إذا كان التغريم للمماطلة لا للمدين العاجز، وقد ذكرنا في سورة البقرة الآية 280. رابعا يحرم على المدين المليء وين يروان وين يسعان أن يماطل الحرام فلاس هذه عطل وين فيه في أداء محل من الأقساط. ثقي باختصار القرار رقم 64 ذي الدورة المؤتمر السابع بجدة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بالسعودية من 7 إلى 12 ذي القعدة 1412 الموافق لي 9 إلى غاية من 9 إلى 14 ماي 1998. أولا البيع بالتقسيط جائز شرعا ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل. ثانيا الأوراق التجارية للشاك يكون شغلاقي والسندات لأمر سندات السحب من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة. أكتفي بهذا والله لي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام